افعال واختبارات لو عملها معاكي راجل برج السرطان اعرفي ان هو ناوي على جواز. وازاي تعرفي ان راجل السرطان بيحبك بجد؟ ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. ضروري جدا يا جماعه انكم تتفرجوا على الفيديو ده لاخر فتفوته، لان كل كلمه بتتقال في الفيديو مهمه جدا لكل الناس المهتميه طبعا براجل برج السرطان. لو اول مره تشوفوني في القناه يا ريت ننزل دلوقتي حالا وانا بتكلم وانا بتكلم ننزل نعمل لايك دلوقتي. يلا ها، شايفاكوا، شايفه كل شخص فيكم. اللايك والسبسكرايب، متنساش الدعم انكم تدوسوا على القلب اللي موجود تحت القناه. الدعم المادي مهم جدا يا جماعه عشان القناه تقوم. ولو اي حد عنده اي مشكله عاطفيه ومش لاقي لها حل ايا كانت هي ايه، ممكن تتواصلوا معايا وتحجزوا معايا استشاره عاطفيه عن طريق الحجز عن طريق الانستجرام. اهو انا هحطه لكم هنا، ابعتوا لي مسج وانا هكلمكم. طبعا المكالمه بتكون مدفوعه الاجر. كلموني وهتواصل معاكم بنفسي. يلا بينا على السرطان اللي مدوخ البنات. يلا بينا. معاكم هدير. راجل برج السرطان، وما أدراكم ما راجل برج السرطان، البرج المائي اللي كله أحاسيس ومشاعر، اللي كله كلام حلو، يعرف يتكلم حلو، لسانه معسول، بيعرف يوقع أحسن ست وأقوى ست، يعرف يوقعها بلسانه المعسول، باهتمامه، باحتوائه، بالكلام الحلو، بالكلام الحاجات اللي الست تحبها. يعني أي ست أو بنت تحب الكلام اللي بيقوله السرطان، والاحتواء والسؤال والحاجات اللي زي كده. فالسرطان عنده قدرة إن هو يوقع أي واحدة بلسانه، بطريقته واحتوائه وحنانه والكلام ده. وزي ما انتم متعودين مني يا حبايب قلب هدورة، المميزات هقولها والعيوب برضو هقولها، مش هخبي عنكم حاجة. معروف طبعا ان راجل برج السرطان من الابراج المتعددة العلاقات، يحب الستات من الاخر، إنه برج نسوانجي، يحب الهيصة، يحب الستات، يحب الضحك الهزار، يحب يضحك مع دي ويهزر مع دي، يحب الست الحلوة أمورة مهتمة بنفسها، مهشكة كده في نفسها وضحكتها حلوة وتقيلة تقيلة. بصوا بقى يا جماعة عشان نكون على مية بيضة، برج السرطان في منه نوعين. انا مش هطول في الفيديو ده على فكرة، انا هحاول اجيب لكم الزبدة بتاعت برج السرطان، فركزوا معايا جدا يا جماعة بجد، ضروري تتفرجوا على الفيديو ده للاخر. راجل برج السرطان طبعا انا اتكلمت في فيديوهات تانية كتير عن شخصيته، وازاي تعرف انه بيحبك، وازاي تعرف انه بيتسلى، وازاي تعرف الكلام ده كله، انا اتكلمت فيه في فيديوهات قبل كده. راجل برج السرطان في منه نوعين يا شباب، في منه ايه؟ نوعين. في نوع منه كسول جدا، في منه يحب الاعتماد على الأنثى. النوع ده نوع بيحب النوم جدا، ما بيتحملش مسؤولية، بيعتمد أكتر على الست، ما عندوش حتة الجنتلة. زي مثلا يعتمد على الست مثلا ان هي اللي تروح تجيب الطلبات، جيب انتي، اعملي انتي. يكون هو مثلا قاعد في العربية وهي تنزل تروح تجيب اللي هي عايزاه، ما يروحش معاها، ما يفتحلهاش باب العربية، يمشي ويسيبها مثلا. هما الاتنين يكونوا ماشيين مع بعض، يروح هو مقدم مثلا وهي ورا عادي سايبها. ده نوع من السرطان، ده نوع. والنوع ده بيكون نسوانجي جدا. والنوع ده بيكون برضو زي ما قلت بيعتمد على الأنثى حتى ماديا، يعني يعتمد عليها ماديا، ما عندوش مشكلة. والنوع ده برضو من السرطان نوع بخيل حريص، ما بيحبش يصرف، على قد ما هو بيعرف يوقع الستات على قد ما هو بيعتمد عليهم، وبيعرف يختار الست اللي يعرف يعتمد عليها. ما هتحبه، فانا اي حاجه ممكن اعملها لك، اديك فلوس، اقف جنبك، مش عارفه اعمل ايه عشان بحبك. فهو بيلعب على النقطه دي. في نوع تاني من برج السرطان يا جماعه، لا راجل بيتحمل المسؤوليه. بيحب الستات، حته ان هو بيحب الستات دي مشتركه ما بين النوعين، السرطان او اي برج مائي سواء عقرب او سرطان او حوت. يحب الستات جدا جدا، يحب الجنس الناعم، يحب الست عامه، انثى يحبها. تمام. راجل برج السرطان بقى اللي هو النوع التاني، راجل في نفسه، بيتحمل مسؤولية، بيحب مراته جدا، من البيت للشغل والشغل على البيت، بيهتم بيها، بيحتويها، بيبقى عنده حتة اللي هو ماء وجه، ما بيحبش ياخد منها فلوس الا للشديد القوي، لما يتزنق الزنقة ما فيهاش.
ممكن ياخد منها فلوس ويرجعها لها على طول اول لما يتوفر معاه فلوس. ما بيحبش ان هو يعتمد عليها، يحس ان هو راجل، حاسس ان هو مسؤول، حاسس ان هو شخص. لا، انتي ست وانا الراجل، انا المفروض انا اللي اعمل وانا اللي اسوي وانا اللي اروح. جنتلمان في نفسه كده يا جماعة، ضحكته حلوة، جذاب، اتراكتيف، رومانسي. رومانسي، هما النوعين رومانسيين جدا. بس السرطان اللي هو النوع التاني ده من الانواع اللي فعلا 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 مش سلبي. يعني مش سلبي زي النوع الاول. النوع الاول اللي هو النوع السرطان اللي كنت بتكلم عليه ده سلبي جدا، شخصيته ضعيفة جدا، ما بيحبش يواجه، خايب. لكن النوع التاني ده يا جماعة لا، مش خايب، شخص ذكي، شخص بيحب يفكر المستقبل، شخص بيبني، شخص ما بيحبش ان هو يفضل قاعد كده الناس كلها حواليه بتتقدم وهو قاعد. النوع الاول كده. فانت تخلي بالك جدا انت معاكي انهي نوع، انت وقعتي في انهي نوع، وقعتي في النوع الاول ولا النوع التاني. فانت ضروري جدا تعرفي. هل السرطان الهزير بيتسلى؟ طبعا. بصوا بقى، دي انا يعني اي برج تاني بتكلم عليه بقول بيتسلى عشان بيبقى لكن السرطان بصوا دي اللي هي بيتسلى كتير جدا. ممكن يلعب بيكي جدا، لو لقاكي سهله اقسم بالله لا يلعب بيكي. لو لقاكي قشطه جايه معاه يلا بينا نروح، يلا بينا نيجي، يلا بينا مش عارفه ايه، بصي هياخد منك اللي هو عايزه وهوبا يروح مزحلقك زحلقه تقعي فيها على جدور رقبتك لو لقاكي سهله. السرطان تعشش في دماغه الأنثى الصعبة قوي، هيفضل وراكي وراكي ويلف يلف 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 لحد ما يجيبك. وأثناء ما هو بيجي، أنا مش عارفة القصة خنقاني قوي، وأثناء ما هو بيجيبك هتبدأي تشخللي هنا، هيبدأ يحبك. فضروري جدا على حسب انت كنتي تمام مرة واحدة معاه كده أول لما قالك أنا معجب بيكي قوي، تعرفي إن أنا بفكر فيكي على طول، تعرفي ان انا دماغي بتفكرش دايما انتي قدام عينيا، دايما بشوفك قدامي في كل مكان، دايما بحس بصوتك في وداني، دايما صوتك ده احلى صوت في الدنيا. عارفين؟ لا، السرطان صايع في الكلام، بيعرف يتكلم حلو، مش بارد. السرطان مش بارد، السرطان استاذ ورئيس قسم في الكلام. تلاقيه بيتكلم ويدوخك كده بكلامه، هيخليكي تضعفي من كلامه. هو استاذ في الحوار ده، يعرف يوقع الستات. معلش يعني اقول ليا ولا عليا يعني، الا بقى الست القويه اللي مش اي حد يكلمها كلمتين حلوين تروح واقعه وتروح مصدقاه. فخدوا بالكم، السرطان خطير جدا في الحته دي. عشان توقعي السرطان وتخليه يحبك لازم تكوني صعبه على قد ما تقدري، لازم يبذل مجهود، لازم يبذل مجهود عشان يكسبك. ايا كان يلف وراكي هيلف. ما تقوليش لا ما خلاص هيسيبني وخلاص مش عارفه ايه، لا مش هيسيبك حبيبه قلبي، هيفضل وراكي. انا بقولك هيفضل وراكي لحد ما فانتي على قد ما تقدري تطولي المده، حبه اديله كلمتين حلوين، حبه امسحيه من دماغك، انسيه. تمام. طيب، هدير راجل برج السرطان بيعمل ايه عشان اعرف ان هو هيتجوزني؟ طيب، السيناريو بتاع برج السرطان كالاتي. السيناريو بتاع راجل برج السرطان كالاتي. راجل برج السرطان بيحب الانثى اللي ترفضه. معلش مع احترامي، انا مش عايزه حد يزعل مني، ومش عايزه رجاله برج السرطان تخش تقعد تقول لي لا لا معلش. وناس كتير جدا اعرفها سرطان ده حصل قدام عينيا، مش واحد ولا اتنين وتلاته، لا كتير كتير قوي، صحاب ليا ومش عارفه ايه كتير. خلاص. راجل السرطان يحب الانثى اللي ترفضه. مثال، لو انتي ارتبطتي بيه خلاص، ومل منك وخد منك يعني حاسه ان انت ما عندكيش حاجه جديده، ولقى واحده احسن منك او احلى منك، او عايز يبذل مجهود معاها، او حاسس ان هو عايز يجيبها. تمام. خدوا بالكم، السرطان على طول بيروح مع بنات تانية، يعني خلاص انت ما بقيتيش انترستنج ليه، خلاص بيروح على طول. فانت تخلي بالك من النقطه دي، عشان كده مش عايزه اهتمام اوفر، لازم حبه فوق حبه تحت، اهتمام وبعدين اسحبي، اهتمام واسحبي، عشان على طول يفضل معاكي. ما هو اي راجل في الدنيا مش السرطان بس ما يحبش الزن، ما بيحبش الاهتمام الخنيق، ما تخنقيهوش في الكلام في الاهتمام.
لما يحس ان انت واحده اهتم بيك تمام، وهحتويك وهقول لك كلام حلو وهبقى حنينه، في نفس الوقت برضه انا واحده، معلش انا عندي اهتماماتي، انا واحده بشتغل، انا واحده عندي موهبه. سرطان زي ما قلت، نكمل بس عشان ما نتوهش، عشان الكلام كله بيتوه، حاجات كتير قوي تبقى في دماغي فببقى عايزه اقولها كلها فبتوه. راجل السرطان يحب الانثى اللي ترفضه، اوكي، والسيناريوهات بتبقى كالاتي: بتكوني مرتبطه بالسرطان، وحصل موقف معين، راح لواحده تانية وسابك، تجاهلك عادي، هو بيتجاهله وبيسيبوا الانثى وخلاص، تمام. فلما يجي يروح لواحده تانية ويزهق منها او يشوف ان مفيش امل معاها او يحصل اي موقف ويسيبها، فبيبدا ان هو يندم، بيقعد يقلب في دفاتره القديمه، يقعد يقول فلانه الفلانيه اللي انا كنت مرتبط بيها دي ايه، بيبقى عنده وقت فراغ، بيبقى، فهو لما هيرجع لك، عشان كده بقول لكم السرطان هيرجع لك ويقول ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه وبتاع والكلام ده. اول لما يشوفك جيتي على طول، على طول اللي هو ازيك، رحت رد عليه ولا ازيك عامل ايه الحمد لله، وتعاتبيه كده وخلاص، انا زعلانه منك عشان انت سبتني ورحت ومش عارفه ايه وبتاع، هيلفك في سندوتش وخلاص، هيخليكي ترجعي له تاني، تمام. لكن بقى لو لقاكي صعبه، واللي هو فيه ايه، هو انا اوتيل، وقت ما انت عايز تسيبني وتروح مع واحده تانية، وقت ما انت عايز ترجع لي هو بمزاجك، وتبداي ان انت تلعبيه على الشناكل، ساعتها هنا هيتعلم الادب، وهي دي الانثى اللي بيتجوزها. فهمتوا حاجه؟ يا رب تكونوا فهمتوا حاجه. ده السرطان، خلينا نقول 75% من رجاله السرطان من النوع ده، 75% من رجاله السرطان من النوع ده، و35% من رجاله السرطان لا، لما بيحبوا بيتجوزوا على طول، خلاص انا حبيت الانثى دي فانا هتجوزها وهكون مخلص لها. لكن 75% من رجاله السرطان اللي انا قلت لكم عليه يحبوا الانثى اللي ترفضهم، اللي تقول لهم لا مش عايزاك، بيعملوا اي حاجه عشان ترجع ترضى تاني، بيعمل اي حاجه حرفيا، بيكون عارف قيمتك، بيكون لف ودار وشاف دي وشاف دي وشاف دي وشاف دي، ملقاش واحده زيك، فبيرجع وبيتحايل عليكي وبيقول لك انا اسف وحايك عليا واديني فرصه وانا خلاص واتعلمت وي وي وي. كل ده بيعمله السرطان. اه الناس اللي تيجي تقولي لا السرطان ما بيعملش كده، لا بيعمل كده حبيبتي، لا يا حبيبتي بيعمل كده، لو ما عملش كده معاكي يبقى ما بيحبكيش، لا مؤاخذه يعني، خلاص. ف ده طيب، هل يا هدير السرطان بيفرق معاه بقى الحاجات اللي هي زي مثلا العيله، وان انا اكون محترمه ومحتشمه ومش عارفه ايه والكلام دوت وبتاع؟ على حسب التربيه. هنا بقى هقول لكم، هنا على حسب التربيه، على حسب البيئه بتاعتهم. السرطان مش بيفرق معاه قوي موضوع انك انت تكوني محتشمه ولا محجبه ولا لا، يعني على حسب بيئته. هل هو متربي في بيئه ان انت لازم تتحجبي؟ هيقولك انت لازم تتحجبي. لو هو متربي في بيئه عادي، الناس كلهم بشعرهم، مامته بشعرها، مش عارفه ايه، تمام، الموضوع بالنسبه له قشطه مفيش مشكله. فدي على حسب البيئه اللي هو كان عايش فيها، فهو مش بيفرق معاه قوي انت ايه، خلاص. على حسب تربيته، يعني راجل السرطان مش شخص زي راجل الثور مثلا، مش زي الجدي، مش زي العذراء، يهمه قوي العادات والتقاليد والمش عارفه ايه، وانت لازم تكوني محجبه، وانت لازم تكوني مش عارفه ايه، وانت. لا، هو على حسب ما هو اتربى، فتمام. احذري من الاختبار ده يا اموره. ايه هو الاختبار؟ ان هو يتحدث اليكي في الاشياء الشمال. السرطان معروف السرطان معروف بالموضوع ده، اتكلم معاكي في الحاجات كده كده. تحاولي على قد ما تقدري يا ست البنات انك انتي ما تدلوش اللي هو عايزه، ان هو شخص شهواني جدا، شخص يحب الحاجات دي جدا، ويا سلام لو انت اديتها لي قبل الجواز بقى، خلاص هياخد اللي هو عايزه وهوبا يروح مزحلقك، وهيروح واحده تانية صعبه، وواحده ما بتدلوش حاجه، وواحده تقول له لا وتتقل عليه وبتاع، يقعد يجري وراها، معلش هيجري وراها جري الوحوش، عارفين انتوا، جري كده عشان ياخد الحاجه اللي هو عايزها.
فانتي من ضمن الاختبارات ان هو هيتكلم معاكي في الحاجات دي، فاوعي تتكلمي معاه في الحاجات دي. قولوا لا انا ما اقدرش، انا واحده متربيه وانا مش ستايل ان انا اتكلم في الحاجات دي الصراحه، انا ماليش. هيقولك ايه انتي بقى، هيحاول يستفزك. خدوا بالكم، راجل السرطان مستفز استفزاز، ممكن يخليكي تتنططي كده، بجد تتنططي كده مكانك، ها، وهو ولا يتحرك، تتنططي من الاستفزاز. انت ايه يا اخي، يا اخي انت ايه؟ هيقولك بقى انت بارده ولا ايه، انت شكلك كده. هيستفزك بالكلام، قولوا له مالكش فيه. انا بارده، عايز ايه كده على طول. الرد يبقى في الوش. هو بيحاول يستفزك يا حبيبتي، عشان خدوا بالكم، عشان السؤال ده جالي كتير قوي. يا هدير بيجي يقول لنا مش السرطان بس، امراض كتير، مش يعني. يا هدير بيجي يقول لي انت شكلك بارده بقى، عشان كده مش عايزه تعملي وتسوي ومش عارفه ايه. نعمل ايه؟ طب احنا يا هدير مش كده، بس احنا محترمين. حبيبتي خليكي دغري، قولي له انت عايز ايه. انا بارده، عاجبك مش عاجبك، اتكل على الله. هتخاف ان هو يسيبك؟ مش هيسيبك. ممكن يبعد عنك فترة، يوم 2 3 اسبوع، بس هيرجع تاني عشان هيعرف ان انتي محترمة، وهيحاول معاكي تاني عشان ياخد منك الحاجة دي تاني. خليكي ناصحة، خليكي ناصحة، تمام. فلو قالك بقى انتي باردة، انتي مش باردة، انتي مش عارفة ايه، انتي شكلك بقى واحدة معرفش عاملة ازاي، قول اللي تقوله. لو حاجة انت عايزها مش هديهالك، خلصت. تخلي بالك، واوعي اوعي تخافي، بجد اوعي تخافي لو هو اتقمص وخد بعضه ومشي، عشان ما نفذتلوش الحاجه دي. بجد انا بكررها تاني، اوعي والله هيلف ويرجع تاني، انا بحلف. هيلف ويرجع، اخره اسبوع هيرجع يكلمك تاني. خلاص، ده اختبار من الاختبارات القويه جدا مع السرطان، قوي جدا. هل ده معناه يا هدير ان انا اكون كده على طول دبش؟ لا طبعا، ما هو انتي برضو خليكي ناصحه. لما هتيجي ترفضي حاجه زي كده، هتبيني له انت حنينه، تردي عليه، تهتمي بيه، كلت نمت شربت، حسسين ان انت برضو بتهتمي بيه وحنينه عليه. بس لما تيجي عند النقطه دي، حاولي تهربي، حاولي تقولي طب معلش هروح اعمل كذا، معلش ورايا حاجه خليكي بالانس. انا حنينه عليك ودلوعه ولذيذه وبتكلم وكل حاجه، بس الحاجه دي لا، تمام. هنا ابصملك بالعشرة ان السرطان مش هيفكر مرتين، على طول هيتجوزك. فخدوا بالكم يا بنات، لو انتوا وقعتوا في الفخ ده، شكرا، هيحطك في المجموعه بتاعه البنات الشمال اللي بمزاجه يعمل معاهم اللي هم عايزه، وخلاص انت هتكوني كده كسر. فتخلي بالك يا حبيبه قلبي، عشان راجل السرطان من الانواع دي، حب الانثى المحترمه. حاجه تانية، راجل برج السرطان من الابراج اللي بتتقمص بسرعه، قموصه. قماص يعني ايه قماص؟ يعني بيزعل بسرعه على حاجه تافهه صغيره قوي، ممكن يعمل حوار كبير عليها، وانت ازاي عملتي كده، وانت ازاي مش عارفه ايه. خدي بالك، فهو لما يجي يتقمص بيبقى عايزك انت تاخدي خطوه. يعني هو عامل زي البيبي يا جماعه، السرطان عامل زي الطفل الصغير، طفل، عيل صغير. تعاملي مع الطفل ازاي؟ اتعاملي مع السرطان كده بالظبط. بيحب يعني بصوا هو حساس قوي، حساس قوي 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 بقى لدرجه اوفر، اوفر فوق الاوفر حساس. انت لو جيتي عملتي حركه مثلا، لغيتيه، عملتي ما ردتش عليه، بيزعل، بيتقمص، وبيبدأ ان هو يتجاهل على اساس ان هو زعلان ومقموص والكلام ده. فتخلي بالك من الحركات دي، لانه حركات اطفال، فانت تقدري تحتوي الموضوع ده بسرعة جدا جدا جدا. السرطان يحب الانثى اللي بتحب نفسها، القوية، الواثقة من نفسها، اللي شايفة نفسها حلوة، تمام. خدوا بالكوا، عشان راجل السرطان بيهمه جدا الشكل، شكل الانثى، انت عامله ازاي، شكلك عامل ازاي، انت مهتمه بنفسك ولا لا. هو بيحب الستات الحلوه، عشان كده تلاقيه على طول ايه كده وكده وبتاع والكلام ده. فانت تحافظي على شكلك جدا، لازم تحافظي على شكلك، مظهرك، البرفيوم اللي بتحطيه، ريحتك، الحاجات دي كلها لازم تهتمي بيها، لان الحاجات دي بتلفت جدا نظر راجل برج السرطان. فنخلي بالنا، السرطان مش وحش، زي ما هو فيه مميزات هو فيه عيوب، على حسب انتي هتحبيه ازاي. انتي لو حبيتيه هتتحملي عيوبه،
الحب بيخليكي تستحملي، الحب بيخليكي تستحملي، وبرضه هو لو حبك هيستحملك لان انت كمان عندك عيوب فهيستحملك. تمام. ما تدلقيش شوية اهتمام قوي وشوية تنسيه، يومين اهتمام قوي ويوم تنسيه، تكلميهوش ولا تضربي عليه ولا ولا الهوا. ده الاسلوب مع راجل برج السرطان. وانت لما تكوني اوف او ما بترديش بتعملي ايه؟ انت بتعملي حاجه. هو انت مش هتفضلي حاطه التليفون جنبك كده وانت مش بتردي عليه رخامه، لا انت مشغوله. انت تاخدي بالك الرد اللي انت هترديه هيكون عامل ازاي، لان هو برضو مش غبي، هو ذكي. تمام. تاني، السرطان زي الطفل، احتويه، خليكي زي مامته، الحنان الاهتمام قدريه. راجل السرطان بيغير جدا، غيور جدا. هتعرفيه ان هو بيحبك لما يجي يغير عليكي، يغير عليكي قوي. لما يغير عليكي قوي اعرفي ان هو بيحبك. حافظي على حب راجل السرطان. السرطان لما بيجي بيحب بجد بيخلص، لما يحب بجد كلامي واضح بجد. هدير، هو ممكن راجل السرطان يحب مش بجد؟ طبعا. لما يبقى عايز منك حاجه ويمل منك ويلاقيكي جيتي بسرعه، بيحبكيش. انا واحد عايز منها حاجه وخلاص هزحلقها. فتخلي بالك، خلي بالك في كل كلمه انا بقولها في الفيديو ده. اي سؤال عايزينه عن راجل برج السرطان اكتبولي في الكومنتات، هرد ان شاء الله في اول نص ساعه اول لما اجي انزل الفيديو. انا بحبكم كتير، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والجرس والدعم، القلب بتاع الدعم بتاع الفيديو اللي هو موجود تحت الفيديو. ما تنسوش يا جماعه، الموضوع ده مهم. وانا بحبكم، كان معاكم هدير. معاكم هدير.